عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يفرحكم ويكبر بخاطركم ويسعد قلبكم يا رب. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال ويسعد قلبكم يا رب. قبل ما نبتدي يومنا النهارده ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده كده بادئ من اوله. نزل جوزي يعني اشترى لنا شويه الطلبات دول كنا محتاجينهم، جاب لي كمان الشطه دي حلوه كده، نحمر منهم نخللهم. انا عايزاهم كمان عشان اخللهم حلوين كده لما تخلليهم بقى جنب اي اكله. انتوا عارفين الجو حر والواحد ملهوش نفس ياكل، قلت ايه يعني نعمل شويه مخلل كده حلوين نبلع بيهم اللقمه. طب الحر والشطه يعني ايه؟ الحر الواحد عايز يشرب ميه، يشرب سوائل عصاير، مش قادرين ناكل يعني اكل. قلت ايه شويه المخلل نبلع بيهم وحلوين، يعني الشطه بتبلع بصراحه الاكل. هعملهم معاكم يعني هخليلهم معاكم بس في فيديو يعني وحدين. وجاب لي الطماطم، الفلفل كان عامل 15 جنيه تقريبا، جاب لي 2 كيلو. والطماطم برضو جاب لي 2 كيلو ب 30 جنيه برضو، الكيلو عامل 15 جنيه. شايفين الطماطم عامله زي التفاح، هي بصراحه حلوه للسلطه يعني، دي طماطم سلطه. كان عايز يجيب لي كمان طماطم اللي هي الصلصه يعني وكده، بس ما لقيش، كلها جامده زي ما انتم شايفين، حلوه رضا الحمد لله. وجاب لي كمان كيلو فلفل اخضر القطبي طبعا اهو، برضو يعني ايه حلو بقى، تحمير بقى مع الاكل يعني نحشيه، كنا يعني محتاجينه برضو. الكيلو برضو عامل 15 جنيه، مفيش دلوقتي حاجه ب10، 15 20 25. البطاطس دلوقتي عامله 25 جنيه، الحمد لله على كل شيء الحمد لله. جاب لنا بقى العشق بقى الصيف بقى. وبصوا يعني كل يعني فصل الشتاء فصل الصيف ليه الفاكهه بتاعته حلوه، والحمد لله كل حاجه ربنا خلقها حلوه وجميله وزي الفل. المانجا بقى الزبده الصفرة القمر دي، بص المانجايه بتلمع كده، والله الكاميرا كمان ظلمها، صفرة كده زبده يعني، انا وماسكاها مش قادره كده امسكها، دايبه كده من جوه. مانجا زبديه زبده كده، وريحتها يا خراشي ما اقولكمش ريحتها يعني، واقفه كنت بقاوم بالعافيه لحد ما غسلتها، وعشان احنا بنحب ناكلها هي ايه متلجه يعني. احلى حاجه في المانجا تاكليها هي ومتلجه كده، تغسليها كده وتدخليها التلاجة وتاكليها متلجه. هو جوزي كل ما بينزل بيجيب لي شويه مانجا كده عشان اخليهم ايه في الفريزر نفرزهم عشان رمضان. طب انت هتفرزين من دلوقتي رمضان؟ انتوا عارفين ده الموسم بتاعها. وبصراحه هي كل سنه بتلاقي المانجا لا حادقه لا سعرها غالي، السنه دي نازله مسكره وزي العسل وسعرها حلو يعني. طالما الحمد لله سعرها حلو ومسكره وزي العسل نخليها في الفريزر تنفع لرمضان. خلاص الموسم بتاعها هيخلص نطلع منها في رمضان. مثلا دلوقتي برضو في ساعة العصار بيبقى الجو كده سخن، عايزين شوب كده عصير متلج، بينفع بصراحة لما يكون عندي خير في الفريزر، بينفع لأي وقت. عايزة بقى الموسم بتاعها خلص سعرها غالي، طلع من الفريزر، بينفع لأي سبب يعني، بيبقى الخير عندك في الفريزر الحمد لله بينفع. ادي الخضار اللي احنا كنا محتاجينه، الحمد لله رضا ونعمة من عند ربنا. هنفضي بقى الاكياس دي كلها وهنغسل الخضار بتاعنا وهنرصه مع بعض. يلا تعالوا نقضي اليوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه، يلا بينا. بصوا نسيت العلبه ما اوريها لكم. هو في السوق يعني جوزي لقى محل بيبيع البلاستيكات الحاجات، هو عارفني بحب البلاستيكات، مش انا بس، الستات كلها عموما بتحب حاجه المطبخ والبلاستيكات، لان اكتر الوقت يعني احنا بنقضيه في المطبخ. لا العلبه دي يعني خامتها حلوه وحلوه يعني، يعني كبيره وحلوه يعني، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي يعني، حجمها حلو. وكمان بتخش غساله الاطباق. طبعا انا ما عنديش غساله الاطباق، بس انا بقول لكم يعني ان هي برضو تنفع تخش غساله الاطباق. سعرها كام؟ سعرها 25 جنيه. ممكن حد يقول لي غاليه، بس خامتها حلو وبتخش غساله الاطباق. حتى الغطا بتاعها جميل كده، والبلاستيك بتاعها حلو يعني، انت تشوفيها تحسيها باغ لكن هي بلاستيك. كنت محتاجه الحجم ده عشان لما باجي افضي علبه الجبنه اللي عندي، العلب اللي عندي الصغننه مش بتشيل علبه الجبنه كامله يعني، بفضي نص علبه الجبنه ولما تخلص من العلبه باجي افضي ايه الباقي بتاعها. لكن الحجم بتاعها حلو عجبه عشان ايه تشيل علبه الجبنه كامله، وحلوه كمان تنفع بقى انت مسافره تعملي فيها كيكه، تقطعي يعني فيها كيكه تاخديها معاكي، انت رايحه جنينه تنفع بقى برضو كيكه، تنفع في اي حاجه حلوه يعني، وحجمها حلو ومناسب.
عندي علب بلاستيك يعني احجام، عندي المربع وعندي المدور، بس بصراحه ليه فتره عندي وعايزه ارميهم كلهم واجيب يعني من يعني علب تاني من اول وجديد يعني احجام وكده. بس يعني لقيت اسعارهم عشان اجيب حاجه حلوه، اسعارها يعني زي ما انتم شايفين الواحده عامله 25 جنيه. قلت حلو يعني ايه، كل ما اجي انزل جوزي ينزل يلاقي حاجه زي كده نجيبها، بحيث ما اجيبش الحاجه مره واحده واحس ان انا ايه دفعت مبلغ وكلفت نفسي. قلت لا، كل ما انزل الاقي حاجه حلوه زي كده اجيب وارمي كل اللي عندي. يلا بقى نفدي الحاجات دي مع بعض ونشوف هنعمل ايه في يوم النهارده. اول حاجه كده جبت المانجا وهبتدي كده هغسلها بالخل. اي خضار انا بغسله بالخل، لان طبعا بيموت البكتيريا. انتوا عارفين بقى يعني اي خضار لما بتيجي تنقيه متعرفيش قبلك مين نقاه وكده، لان انت بالخضار بتنقيه في غيرك نقاه قبل كده. لا، نغسل حاجتنا بالخل كويس، وانا هنقعها في الخل شويه، وبعد كده ايه يعني مش شويه كتار، يا دوبك ثانيتين 3 كده نقعهم في الخل، وابتدي كده امسك واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، ابتدي اغسلها كده عليها ترابه عليها اي حاجه. انا بصوا في الغسيل بحبش اغسل مره واتنين، بحب اغسل 3 4 مرات لحد ما الاقي الميه بتاعتها كده فله كده. غير ان انا بسيبها شويه في الخل، لا بغسلهم 3 4 مرات، لان ما تضمنيش بقى هم يعني عند البياع مكشوف وغير اللي مسكوا قبلك. الواحد ما يعني ما يضمنش. ربنا يحفظنا كده ويعافينا يا رب، ويشفي جميع مرضانا يا رب. غسلتهم 3 4 مرات بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يعني هنركن بقى على جنب ونشوف اللي بعده. ابتدي كده اغسل ايه حاجه حاجه، عشان انتوا شايفين بقى الحوض كده يعني محندق كده صغنون. يعني ايه، بحبش اكوم الحاجه مره واحده، لا بحب اغسل كده حاجه حاجه عشان ما الاقيش الدنيا ايه اتزحمت معايا. برضو الطماطم هضيف له برضو شويه خل كده بشويه ميه، واسيبهم كده ايه ثانيتين، وابتدي ايه اغسله برضو 3 4 مرات. طبعا سرحتي مع الميه والجو حر ونسيتي ما تعملي لي احلى لايك. انا شايفاك اهو، صباعك لسه ما نورنيش في الفيديو. انزلي بسرعه بسرعه، لو انت نسيتي ما تعملي لي احلى لايك انزلي بسرعه بسرعه ضيفي لي الصوبع واعملي لي احلى لايك من ايدك يا قلب اختك. لو بتتفرجي عليا لاول مره ما تعرفنيش، انا قناه ام البنات البسيطه من اسوان. قناتي بسيطه جدا على قد الايد. يعني تتفرجي كده عليا تحسي انك انت في بيتك. يعني بطلع يعني بطبيعتي خالص. انتوا اخواتي، ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي ويديم المحبه بينا يا رب، ويكبر بخاطركم كل دعوه كل كلمه بتكبروا بيها خاطري، كل تعليق بتكتبوها لي بتفرحوني وبتدعموني وبتشجعوني واقفين في ظهري. ربنا يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. استنى بقى الخضار بتاعنا وهرصه في الثلاجه. ايه ده، المواعين طلعت امتى؟ طبعا انا زي ما قلت لكم انا باديه اليوم معاكم من اوله. اتغدينا بالف هنا وشفا، بس بصراحه ما يعني ما عملتش الاكل معاكم لان كان عندي اكل يعني في الثلاجه من قبلها بيوم، يا دوبك طلعته سخنته، عشان كده ما عملتش اكل يعني معاكم. اتغدينا بالف هنا وشفا، وقلت اغسل المواعين دول مش كتار يعني، ممكن تشوفوهم كتار، بس عشان زي ما قلت لكم الحوض عندي محندق كده ومقطقط. شايفين ايه المواعين كتير. هنغسلهم كده مع بعض ونحكي مع بعض، مش هتحسوا. بص في الثانيه كده، في الثانيه هتلاقوا المواعين ايه والحوض بقى فله كده شمعه منوره. ما ننساش طبعا احنا واقفين نغسل مواعيننا او بنعمل اي حاجه كده في البيت، نقول الاذكار بتاعتنا، نذكر الله. يعني انت واقفه ما تقوليش مين اللي مضايقك، ما تفكريش في حاجه مزعلاكي مين مزعلك الحاجه، يعني ما حدش يستاهل. ارمي كل حاجه ورا ظهرك. اهم حاجه قولي اذكارك. يعني لما تكون حاجه مضايقاكي ما تفكريش فيها، اذكري الله، صلي على الرسول، صلي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الصلاه على النبي كده بتريح، بتجيب الرزق، بتحسي صدرك كده مرتاح. قولي اذكارك، يعني ذكر الله. انت واقفه بتعملي حاجه، يعني مش المواعين بس، لو يعني انت بتعملي الاكل هتلاقي اكلك بقى مسكر وزي العسل وفي البركه. بتلاقي الحاجه خلصت معاكي في السهوله زي ما انتم شايفين كده، وما تحسيش انك انت واقفه غصب عنك وتعبانه، لا خالص. اذكري الله وانسي اي حاجه مضايقاكي. ادي بقى شفتوا في ثانيه كده المواعين بتاعتنا بقت زي الفل والحوض زي الفل، وزي ما انتم شايفين سايبه المواعين تتصفى، الطبق ده فيه فايش كده وبسكوت. الفايش ده بقى الفايش الصعيدي بتاعنا القمر ده، ابو ريحه بقى ايه ريحه الفايش القمر دي اللي تجيب من اخر الشارع. طبق القمر ده جيران حبايبنا يعني بعتوها لنا. زي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل ده لما عملت البليله قلت لكم اي حاجه بنعملها حاجه حلوه بنذوق بعضنا. ربنا يديم المحبه يا رب
ونلاقي ولاد الحلال كده في وشنا. طول ما انت قلبك صافي وكويسه وبنت حلال، بتلاقي ربنا يعني وقعك في ولاد الحلال. ربنا يديم المحبه بينا يا رب. انا سايباه هنا على البوتاجاز ومغطياه الغربان ده عشان طبعا ما يبقاش مكشوف، وسايباه هنا عشان الاولاد يعني ايه يروح ويجي عليه اللي عايز ياكل. البوتاجاز كمان غسلته خليته فله شمعه منوره، وسايبه المواعين هنا تتصفى غير اللي كمان اللي على الصفايه، شويه مواعين حلوه يعني. وهنا هدخل بقى علبه الجبنه، والعلبه دي برضو جبنه هدخلها التلاجة، وهدخل برضو الخضار، وادي الرخامه بتاعتنا زي الفل، والحوض والبوتاجاز، وخلينا مطبخنا فله شمعه منوره. ده كان بعد العصر بعد ما اتغدينا بألف هنا وشفا، ولمينا مطبخنا بقى زي الفل. هنعمل ايه؟ كان بنت خالي يعني بنت خالي وبنت عمة الأولاد يعني بنت أختي جوزي يعني كمان قاعدة عندي. دي بنت خالي خالها جوز، عشان ما تقولوش طب ازاي بنت خالك قاعدة وجوزك كده، لا بنت خالي يبقى خالها اللي هو جوزي. تمام كده. كانت قاعدة عندنا يومين، وبعد ما اتغدينا كده بعد العصر وغسلت المواعين وبقى زي الفل المطبخ، قعدنا كده عايزين حاجة حلوة، عايزين حاجة حلوة نعملها كده وناكلها غير المانجا يعني. مش محدش يقول لي طب ما انتوا عندكم مانجا يعني غير المانجا. قعدنا نفكر كده، راحت قالت لي طب انا ايه عايزه اعمل كيكه. قلت لها ادخلي بقى المطبخ مطبخك، عيشي بقى انطلقي. طلعت كده وهتعمل كيكه حلوه كده من ايديها، ربنا يكبر بخاطرها. هي في 3 كليه، ربنا يفرح قلبها ويكرمها باللي نفسها فيه. هنعمل ايه بقى؟ دي المقادير بتاعت الكيكه بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين الكيكه لما نيجي نعمل المقادير بتاعتها لازم نعاير بنفس الكوبايه. السكر، اللبن، الزيت، الدقيق بيبقى بنفس الكوبايه. كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوبايتين دقيق، نص كوبايه كاكاو، بيضتين، باكو فانيليا وباكو بيكنج باودر، باكو فانيليا، بيضتين، كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو. بس كده. المره دي انا مش هعملها، هي اللي هتعملها. هي اللي قالت يعني انا عايزه اعمل كيكه، وقلت لها عيشي في المطبخ بس. قلت لها هنعمل الكيكه مع حبايبنا واخواتنا. بصي الحنه عشان ما حدش يقول لي اللي في ضوافرك دي الحنه عاملاها طبعا في ضوافري حلوه جدا. المهم هنعمل بقى كيكه مع بعض، وتعالوا بقى نشوف هي هتعملها لنا ازاي. جبنا بقى الخلاط، وهننزل بكوبايه سكر، هننزل بكوبايه اللبن، هننزل بنص كوبايه زيت، هننزل بنص كوبايه كاكاو. يبقى هننزل بنص كوبايه كاكاو، بنص كوبايه زيت، بكوبايه لبن، كوبايه سكر. ما حدش يقول لي بتضحكي علينا انتي، ما فيش مصداقيه. عمري ما بضحك عليكم، من ساعه ما فتحت القناه بطلع بقول لكم كل حاجه بصدق. انتوا اخواتي، ليه الف وادور عليكم. دي هي اللي يعني بتعمل معاكم الكيكه. بس طبعا لما يعني قلت لها انا هصوركم كده، لبست الخمار طبعا عشان انتوا عارفين قاعدين في البيت وكده. لما طلبت منها هصور يعني وكيكه انتوا بتعمليها، راحت لبست الخمار عشان ما حدش يقول انت بتضحكي علينا وانت وكده. ضربنا الخليط كويس جدا جدا جدا، وهناخد حبايه كده صوص من اللي احنا عملناهم الجامدين جدا دول كده في كوبايه، وهندخلهم التلاجة. وسيبنا حبايه نص الخليط يعني في الخلاط، وهننزل عليه بيضتين وهنضربهم كويس جدا جدا. كنا محضرين في البوله الكوبايتين دي، ونزلنا عليهم باكو البيكنج باودر كله. جمدي قلبك وتضيف الباكو كله في الكيكه، بتطلع هشه وسفنجه. هنضيف معلقه خل حلوه كده كبيره، عشان الخل طبعا في المعجنات والكيك تبقى هشه كده وسفنجه وطريه وتحفه. وهنقلبها بالمضرب السلك طبعا زي ما قلت لكم. دي طريقتها، انا ما رضيتش اتدخل، دي طريقتها. هي اللي بتعمل الكيكه في بيتهم بنفس الطريقه، وهتشوفوها معايا تحفه. وادي كده هزيتها هزيتين وهتدخلها الفرن. دي ايدي اهي، ايدي شايفين ايدي اللي فيها الحنه. هندخل الكيكه بتاعتنا الفرن وهنشوف شكلها لما تطلع. وادي شكل الكيكه بتاعتنا لما طلعت هشه كده وسفنجه وطريه. اول ما طلعت من الفرن هتقطعها هي كده زي ما انتم شايفين. هي لما قالت لي انا عايزه اعمل الكيكه، قلت لها عيشي حياتك، بس طبعا هنشارك الكيكه القمر بتاعتك لحبايبنا واخواتنا. ربنا يكبر بخاطرها يا رب ويفرح قلبها. وبعد ما قطعتها بالشكل ده كده، هننزل بقى بكوبايه الصوص اللي احنا دخلناهم التلاجة على وش الكيكه كده. دي كيكه الجاتو شاتو طلعت تحفه، تسلم ايديها. بس ايه بقى، هندخلها التلاجة كده عشان الصوص ده يجمد كده، ولما تيجي تقطعي الكيكه كده تبقى الصوص كده نازل منها بألف هنا وشفا. طلعت مسكره وزي العسل. دخل بقى الجاتو شاتو التلاجة، وهنعمل لنا بقى كوبايه كده نسكافيه كده حلوه بقى. النسكافيه ده مصري عشان محدش يقول النسكافيه مقاطعه، ده مصري.
المره دي بقى غيرت بدل الشاي، قلت لا نعمل كده كوبايه نسكافيه حلوه كده تظبط الدماغ كده مع احلى كيك الجاتو شاتو، حاجه كده ايه في القلب يا قلب اختك. هنا بقى هنضيف كده يا دوبك بق كده ميه، وهبتدي كده اضربه، بس مش هضربه بالمعلقه، هطلع المضرب بتاعه. بصوا بقى، لو انت عايزه تجيبي المضرب ده، لو انت عايزه تجيبيه على الله تجيبيه، ابدا ابدا خساره في الفلوس. عارفين جبته هو بتعمليه بحجاره، يعني بحجاره كده بتركبي له حجاره وبتعمليه، وحياتك هي كوبايتين وما تتكتش عليه، يعني يا دوبك يعني على الهادي كده يا زبادي زي ما بيقولوا كده، على الخفيف كده. ولقيته يا دوبك مرتين، التالتة جيت اشغله ما اشتغلش من يومها، وجبت له حجاره جديده، وبرده يعني خساره في الفلوس. لو انت عايزه تجيبيه ما تجيبوش ولا تبصي له حتى، بس ما رميتهوش بالمضرب بتاعه السلك وبشتغل بيه. احنا ستات يعني بصوا هنا الدماغ بتاعتنا شغاله مش بتنام، يعني ما بنرميش حاجه، طبعا بنستفاد بكل حاجه. المضرب بتاعه برضه شغاله بيه، بضرب عادي بيه، وغليت اللبن وايه صبنا بقى كوبايه النسكافيه القمر اللي في القلب. والجاتو شاتو بقى بعد ما طلعناه من التلاجة، معلش سامحوني التليفون رن انا وبسجل. هنقطع بقى من الكيكه القمر دي، طالعه تحفه تحفه ومسكره زي العسل. معلش التليفون رن انا وبسجل، معلش سامحوني. هنقطع لنا بقى حتتين كده جنب كوبايه النسكافيه بقى. اعملي لك بقى كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي، كوبايه قهوه، اي مشروب انت بتحبيه بقى. والكيكه القمر دي الجاتو شاتو طالعه عسل عسل، تسلم ايديها تسلم ايديها بصراحه. الصينيه ولا في حاجه لازقه ولا محروقه، الحتتين دول بس ايه ما طلعوش معايا انا وبطلعهم. بصوا سفنجه هشه كده هشه وقمر، وطعمها عسل عسل عسل. خد لنا حته كده من الصوص النازل منها يا سيدي على التكات والحركات. ايه الجمدان ده، حاجه كده تحفه. شايفين الكيكه هشه وطريه؟ هنا بوريكم، بصوا سفنجه شايفين هشه وطريه، سفنجه. قولوا لها بقى في التعليقات تسلم ايديكي، هي هتقرا التعليقات، قولوا لها بقى تسلم ايديكي يا قمر، تحفه مع بقى كوبايه النسكافيه. يا لهوي، بس للاسف ما عرفتش استمتع لان ابني كان ورا الكاميرا شغال يعيط. بنام شويه كده وفرحت، قلت اعمل لي كوبايه نسكافيه بحته الكيكه القمر دي. وقبل ما خلصت النسكافيه كان صحي، ما خدلوش دقيقتين. ما تفتكروش يا بنات ان الجواز راحه، يعني انا وباكل الحتتين دول وبصور كان خارب الدنيا ورايا. عارفين قفلت التليفون معاكم، ما خلصتش النسكافيه ولا خلصت الكيكه ولا هناني عليهم. الحمد لله، اهم حاجه ان هم كويسين وبخير. قعدت بقى اشرب كده النسكافيه بحته الكيكه يا سيدي على الجمال، حاجه كده بصوا جاتو شاتو تحفه في القلب كده. بس للاسف كان عايز يعني قعدة روقان كده، بس الحمد لله، يلا الحمد لله، اهم حاجه هم نكونوا بخير. جربوها حلوه جدا، وقولوا لها بقى في الكومنتات تسلم ايديكي. بشر كل اخت دخلت نورتني جديد في عيلتي التانيه، ربنا يكبر بخاطرك ويفرح قلبك يا رب. انتوا اقرب من ناس حواليا كتير قريبين مني، بس انتوا بتشجعوني واقفين في ظهري اقرب يعني منهم، ربنا يفرح قلبكم يا رب. لكم بقى لايكات عشان الكيكه القمر دي، لايكات بقى عشان تعبها معايا. لازم بعد ما نختم يومنا ده ختامه مسكي بقى، نعمله حاجه حلوه كده ونختمه ختام حلو معاكم. بشكر كل اخت جديده نورتني في القناه، ربنا يفرحك ويسعد قلبك زي ما فرحتيني بوجودك معايا في عيلتي التانيه، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم كل حبايبي الموجودين معايا في عيلتي التانيه. دي قناتكم انتوا مش قناتي انا، قناه بتكبر بيكم عشان انتوا اللي بتكبروها، من غيركم انا ولا حاجه. يا رب النهارده يبقى يومي خفيف على قلبكم، لايكاتكم بقى الجميله واشتراككم في القناه. اسيبكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.